بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل شوربة بيضة بالسمك البلطي على الطريقة البورسعيدية، بس مع التاتش بتاعي يعني. أنا كنت عند واحدة صاحبتي وهي طلبتها مني، فعملتها لها وطلعت فعلا جميلة جدا. ادي كده الشكل النهائي. ده الرز زي ممكن نعمله رز صيادية، اللي هو الرز أبو بصل الأحمر ده. ودي الشوربة اهي. يعني شبه شوربة السي فود بس جميلة. هنا معانا السمك البلطي، احنا تبلناه. هما في بورسعيد مش بيتبلوه بصراحة، السواحلية مش بيتبلوه، هما بيحطوه ني كده، بس انا زي ما قلت لكم حطيت التاتش بتاعي. هنا كمية بصل متقطعة اي حاجة، يعني مش شرط كبيرة قوي او صغيرة قوي. السمك مقسوم على 2. معانا كريمة طبخ، نص كوباية كريمة طبخ، وفلفل رومي مقطع، ورقة لوري، حبهان، مرقة دجاج، فلفل اسمر، ملح. هنا رشة زيت هننزل عليها نسخن بس وننزل بالبصل. دي حطينا حتة سمنة. صاحبتي اصرت تقول لي حطي حتة سمنة، هي بتحب الاكل بالسمنة، فحطيت لها حتة سمنة. هنا هننزل بالبصل يتشوح بس تشويحتين 3 كده، يسخن يعني، احنا مش بنحمر بصل ولا حاجة. هننزل عليه بورق لوري، وننزل عليه بحبهان. تمام، جربوها يا جماعة هتعجبكم جدا، طعمها حلو جدا فعلا ومختلف عن السمك المقلي والمشوي. يا ريت لو وصلنا لحد هنا وأول مرة تشوفوني نعمل اشتراك للقناة ونعمل لايك، بيعلي الفيديو يا جماعة، بيرفعه. من فضلكم ما تنسوش، يلا اللي ما اشتركش يشترك. هنا حطينا حبهان والعوري مع البصل، نشوح كده بس. لازم التشويحة دي يا جماعة، والزيت اهو قدامكم ابتدى يبان ان هو بيسخن يعني. بس احنا كسرنا كام واحدة حبهان وحطيناها عليه مع اللوري. الحاجات دي بتعلي التيست اوي. هننزل بالسمك بس نديله تشويحة. زي ما قلنا قبل كده، الوصفة دي في بورسعيد ما بيشوحوش السمك، هما بينزلوا في المية على طول. المية بيتضاف لها الحاجات دي نية وبينزلوا عليها، يعني بينزلوا بيحطوا المية وبينزلوا عليها بالبصل والحاجات دي. فيعتبروها بقى ايه، سموها وصفة خاصة بيا يعني. تمام، هنحط السمك هنا بس ياخد تشويحة، مفيش لان هو هيستوي من الهوا يعني. احنا بس نحطه في البصل كده ونقلبه على الجنب التاني وخلاص، على كده مش هنسوي حاجة. انه اول ما نحط عليه المية المغلية هيستوي على طول. ده سمك بولتي يا جماعة، ممكن في حد يكون ما يعرفش السمك البولتي، ما تهيأليش يعني. تمام، بس كده هما خدوا تقريبا. مش هنقلب اكتر من كده علشان ما يستويش ويتهري معانا. احنا كده يعني تحسي ان انتي غيرتي الحاجات التقليدية اللي متعودين عليها، المقلي والمشوي. كده نزلنا بالملح والفلفل الاخضر والفلفل الاسمر. حابه تحطي مستكه حطي. تمام، واحده مكعب مرقه دجاج. خلاص هننزل عليها بقى بالميه المغليه، لازم تكون مغليه يا جماعه، مش تاخد حاجه. 5 دقايق على النار بالظبط يعني، دي من وصفه من الوصفات السريعه. 5 دقايق بس، هتغطي عليها مش اكتر من كده. وناخد بالنا يا جماعه السمك ما يتهريش، لان السمك البلطي مش بيستحمل. جربوها حلوة وسريعة. السمك كده كده بيجي من عند الراجل متنضف. دول نص كوباية كريمة لباني، كريمة طبخ سوري، كريمة طبخ او كريمة لباني مش هتفرق يعني. نزلنا بس علشان تعزز اللون، ما يبقاش شكل اللون مية. بس
5 دقايق بالظبط، وهنرفع الغطا من عليها ونهوي. ما ينفعش نطفي ونسيبها كده. كده خلاص هي بتخلص. بالهنا والشفا يا جماعة، لو جربتوها هتعجبكم جدا. احنا الاسكندرانية بنحب نجدد وننوع في طبخات السمك. بس كده كده انا طفيت عليها ورفعت الغطا شوية علشان تتهوى. تمام، هي كده مطفي عليها خلاص. هنقدمها مع رز ابيض زي ما انت عايزة تقدميها مع رز صيادية. الرز الصيادية اللي هو ببصل، بنحمر البصل، نحط عليه المية ونحط عليه ملح وفلفل والرز. هنا هنقدمه مع رز ابيض. هما الناس كانوا حابين رز ابيض. مش هتفرق يعني، زي ما انت عايزة اي نوع رز تقدميه معاه. يلا دوستوا لايك ولا لسه؟ احنا خلصنا الوصفة اهو، انتوا لسه ما دوستوش اللايك. يلا اهو قدمناها مع رز ابيض. ودي الشوربة بتاعتها، شوربة طلعت حلوة جدا بس حامية سبايسي، يعني للي بيحب الحاجة السبايسي. وبالهنا والشفا، وان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم جدا جدا جدا. لما اقول لكم جدا 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 كده اعرفوا ان الحاجة حلوة. جربوها بس مش هتخسروا حاجة يعني. وبالهنا والشفا، وشكرا يا جماعة، وباي باي.